بهذا الفيديو راح احكي لك عن السبب اللي يخليك ما تحقق اهدافك اللي انت تريدها بكل ذرة من جسمك ويبعدها عنك. مرحبا، أنا اسمي مهدي، طبيب عراقي عايش بألمانيا، وبهاي القناة أشارك وياك أفكار وأشياء ساعدتني أوصل من قرية صغيرة بالعراق إلى واحد من أكبر المراكز الجراحية في ألمانيا. ويا أهلا وسهلا بيك. اجاني سؤال من أحد الأصدقاء الأبطال، وأنا أسميه بطل لأن أنا أعتقد إذا أنت قاعد بالعراق اليوم تتابع هذا الفيديو تحاول تشتغل على نفسك وعندك فتح حلم أكبر من عندك وأنت بالعراق، فأنت بطل. لأن إحنا هنا عايشين بألمانيا عندنا هواية شغلات تساعدنا، وعندنا هواية ناس يساعدونا نشتغل على أحلامنا، بس أنا أعرف إيش قد صعب هذا الموضوع. أنت وعايش بالعراق وكل شيء وكل واحد داير مدارك يحاول يهبطك ويقول لك إنه أنت يعني لا تحلم هيك أحلام كبيرة، ما تتحقق هاي الأحلام. أنا هم كنت مثلك في يوم من الأيام، والحمد لله والشكر هواية أحلام تحققت من أحلامي، واليوم أقدر أني أقعد هنا وأسولف لك هاي السوالف. أريد أشارك وياك فد شيء أنا كنت ما أعرفه وتعلمته قبل كم سنة وغير حياتي وتفكيري عن تحقيق الأهداف وعن النجاح. شوف هذا الفيديو. خليني أرويك هذا المخطط البسيط هنا اللي يسمونه مفارقة النية، بالإنجليزي Paradox of Intention. مفارقة النية هذا مخطط بأبعاد اثنين. أول بعد هو هنا البعد العمودي اللي هو السعادة بهاي اللحظة، وأكو بعد أفقي اللي هو رؤية مستقبلية. وكل الناس يتقسمون على هذا المخطط 4 أقسام. أكو 4 أقسام للناس، أنت واحد من عندهم والناس دائما ذلك واحد من عندهم. أول قسم هم قاعدين المكان اللي نسميه الحفرة، اللي هم مو سعيدين بهاي اللحظة. هسه بهاي اللحظة هم ما عندهم أي سعادة، ما يتمتعون بأي سعادة وأي فرحة، وما عندهم أي رؤية للمستقبل، وقاعدين بالحفرة وحياتهم من سيء إلى أسوأ. ايش قد من عندنا يعرفون هيك ناس؟ من سيء إلى أسوأ، يطلع من مصيبة يطب المصيبة اللي وراها، يطلع من كارثة يطب الكارثة اللي وراها، يداين فلوس تخلص ويداين مرت الأخ فلوس، وحياته من سيء إلى أسوأ. هذول أول مجموعة. المجموعة الثانية هم اللي السعادة مالتهم بهاي اللحظة فول، بس ما عندهم أي رؤية مستقبلية، قاعدين بمكان اللي هو اسمه الخدعة. يعني شنو؟ هذول أكو ناس أنا وأنت نعرفهم يطلعون بالسيارة يفترون ويروحون يجوز يشربون ويتونسون ويطلعون مثلا، وحياتهم كلها سعادة وونسة وضحك وفرحة ولعب، ومن تشوفه تقول الله ما شاء الله عليه، اتمنى اني هم يعني هيك اصير سعيد، بس اي نظرة للمستقبل ماكو. يروح يسكر ما يدير بال لجسمه، ياكل ما يدير بال ايش راح يصير بعدين، ما عنده اي فكرة ورا 5 سنين شنو راح يسوي، ورا 10 سنين شنو راح يسوي. هذول الناس قاعدين بالخدعة، خدعة الحاضر. هذول الناس اللي يقولون دائما هو منو عايش، هو منو مات واخذ اشياء وياه. هي المشكلة مو بالمات، المشكلة بكل الناس اللي احنا نشوفهم بعدين اللي يعيشون ويتعذبون بحياتهم بالكبر او بعدين، لان هنايا كانوا مقضيها لعب. هذا جروب. اكو جروب ثاني اللي هو جروب قلق واكتئاب خلينا نسميه. هذا الجروب عنده رؤية عملاقة للمستقبل. اني قضيت معظم حياتي قاعد بهذا المكان، اني قاعد بقرية بالعراق، بس رؤيتي للمستقبل مخيفة، اشوف اشياء كلش كبيرة انا راح اسويها، بس مو اني اباوع دائما مداري واشوف ماكو شيء يتحقق، اعيش يعني بدون سعاده. هواي اوقات انا كنت عايش بدون سعاده، وكنت انتظر اللحظه اللي اوصل بيها لفلان مكان قبل لا اجي لالمانيا، اللي اوصل المانيا جيت المانيا احصل المعادله، حصلت المعادله، دائما اكو شيء تنتظره لان اكو رؤيه كلش كبيره، اكو فد احلام كلش كبيره. قلق واكتئاب. هوايه ناس ناجحين عايشين بهذا المكان. هذا المكان هم يسد عليك طاقات معينة، يسد عليك المساعدة مال الكون. هذه الكآبة اللي انت عايش بيها توصل انت، يعني انا وصلت هواية اهداف واني بهذا المكان، بس مو بالسهولة اللي يوصلون بيها الناس اللي قاعدين بهاي الجروب مجموعة صناعة الواقع. هذول شنو الناس؟ شنو سرهم هذول الناس؟ شو يسوون؟ هذول الناس عندهم رؤية واضحة للمستقبل، يعرفون كل شيء يريدون،
يعرفون السياره اللي يريدون يركبوها، البيت اللي يريدون يعيشون به، الاصدقاء اللي يريدون يمشون وياهم، جسمهم شلون يصير، اكلهم شلون يصير، كل شيء يعرفون عن المستقبل. بس ما مربوطين به. مو اذا ما يحصله اليوم ما يعيش بسعاده، هو اليوم عايش بسعاده، واليوم يحمد ربه ويشكره على كل شيء هو عنده موجود اليوم، ويحلم بالمستقبل. هذول انا من افكر يعني على مرات يعني الحياه لعبت بطريقه مو واقعيه، ساعدتني بها بطريقه مو واقعيه، هي المرات اللي كنت بها انا بهذا المكان. قصتي انا اريد اشارك وياك. اول مره كنت انا بها بهذا، طبعا انا يعني اغلب حياتي احاول هسه اطلع من هذا المكان اروح لهذا المكان، بس انا يعني دائما ارجع لهذا المكان للاسف. يعني احاول ارجع لهنايا. واحده من اهم الاوقات اللي كنت بها انا هنايا هو من كنت انا بثالث كليه. من كنت بثالث كليه كنت هنايا، ما كنت هنايا، كنت هنايا عايش متونس ما ادري شنو. فبنهايه السنه بالثالث وقعت ب7 من 10 مواد اعتقد. يعني ماكو امل تنجح، الامور كلش صعبه مالتك، وضعيتك كلش خارطه. فشنو اللي سويته انا؟ استسلمت. يعني انا استسلمت، انا ما كان عندي اي امل بالنجاح، بس قلت انا راح اسوي علي وراح يعني اذب كل اللي عندي. فقعدت اقرا مثل المخطط للامتحانات. ايش صار باول يوم؟ اول يوم اروح للامتحان، اول امتحان كانوا يقولوا لي انت ناجح بهذا الامتحان، انت الامتحان اللي راسب به هو غير امتحان، وهذا الامتحان فات. شوف الضربه هاي اللي يعني جابت الاستسلام الاخر. شو اسمه يعني انت رحت لاول امتحان واكدوا لك انه انت رسبت بواحد من ال7. فانا كنت مستسلم تماما كنت مستسلم انه يعني ما راح انجح، بس انا راح اسوي اللي علي. شوف هاي النقطه الصغيره، يعني انا ما راح احصله، بس انا راح اسوي اللي علي. انا اعرف هو شنو اللي اريده تماما، بس مستسلم انه يعني ما راح احصله، بس اسوي اللي علي. فسويت اللي علي. شنو اللي صار؟ نجحت بالمواد اللي انجح عليها، اقدر انجح بيها، وبعدين حملت 2، وبعدين جابوا دور ثالث ما اعرف شنو، كان ماكو هذا القرار، جابوه فامتحنت 1 وبقى 1 حملته، وبالسنه اللي بعدها نجحت فيه. طريقه يعني اقل ما يقال عنها انه هي سحريه. ماكو شيء يعني، الاشياء هاي كلها جت بعدين، اجى بعدين دور ثالث، واجى بعدين شنو، قالوا تحميل ما يخالف. هذا مكان. المكان الثاني، قصه ثانيه اللي اشاركها وياك، هي اللي همين كنت انا بهذا المكان. انا كنت هناك وطلعت من العراق وجيت لالمانيا. من جيت لالمانيا بصراحه يعني انا يعني بدون وثيقه، بدون لغه، بدون ناس تعرفهم، بدون فلوس، يعني انا يعني ما اريد اقول كنت مأيس. انا عندي حلم، اريد هنا اصير طبيب، اشتغل طبيب ما ادري شنو، بس يعني ما مشلب بالموضوع. عايش حياتي، انا عايش حياتي، اطلع اطوب اتونس ما اعرف ايش، واسوي اللي علي. قاعد اقرا اللغه، يومي اقرا اللغه. هذا الشيء هو هذا السحر، انه انت تريد شيء بس تهده، ما تشلب بيه، ما تبقى مشلب بيه، تهده، تعوفه. انا اريد هذا الشيء، وتعوفه تروح تسوي الشغل اللي عليك. هذا الشيء هو اللي يفتح ابواب يعني ما تتوقعها انت. سميها يعني اذا تريد تسميها الله ساعدني، تريد تسميها الكون، تريد تسميها الطبيعه، سميها شنو اللي يريحك. فهذا الشيء يتدخل ويفتح ابواب مو معقوله، ما مفهوم هذا الموضوع. الابواب اللي انا انفتحت لي، بحيث اني يعني بعد 5 اشهر بالمانيا جاني عرض عمل، بعد تقريبا 10 اشهر بالمانيا بلشت بالشغل. ماكو واحد هيك يسوي، يعني مو معقول هذا الحكي. بس هو هذه السحر مال وجودك بهذا المكان. رؤية كلش واضحة للمستقبل، بس سعادة ورضا بالمكان اللي انت فيه. الحمد لله على الوضعية اللي انا بيها. وضعي كان ممكن يكون كلش اسوء، بس اني الحمد لله. هذا المكان اللي يفتح لك كل شيء حتى تحقق اهدافك باسرع وقت ممكن. اتمنى عجبك الشيء اللي شفته بهذا الفيديو، واتمنى يساعدك تحقق احلامك. اذا عندك سؤال فاكو بوست بالقناة مال اسئلة، اكتب سؤالك بيه واني راح اجاوب. اذا تريد تدز لي رسالة شخصية، عندك سؤال طويل، فباوع الفيديو اللي اسمه
شوف هذا الفيديو قبل لا تدز لي رسالة شخصية. إذا عجبك هذا الفيديو أتمنى تشاركه على الأقل ويا إنسان واحد تعتقد أنه يستفاد من هذا الفيديو. مثل ما أنا شاركت هاي الفكرة وياك، أتمنى أنت هم يعني تشاركها ويا أحد ثاني حتى ننشر هذا التفكير الحلو، ونسهل أنه الواحد يحقق أحلامه ويساعد الآخرين أنه يحققون أحلامهم. مع السلامة.